هلا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وقصة جديدة معلم، اسطورية مسنطرة صارت معي. قبل ما نبلش هذا الفيديو يا اخوان، اشتركوا بالقناة، حطوا لايك، زبطوا لنا الوضع، انزلوا اكتبوا تعليق حلو زيكم، صلوا على النبي بالتعليقات. مثل ما شايفين شوي ونوصل 97 ألف مشترك. اللي مش مشترك اشترك في القناة، خلينا نعمل لنا حفلة اسطورية مرتبة على 100 ألف ان شاء الله. فيا اخوان بدنا نشوف بعد هذا الفيديو قد بدنا نزيد اشتراكات. حاليا احنا 96936. تمام، بدي اشوف قد ايه الفيديو الجاي بدنا نزيد ونحكي لكم الرقم. فانزل اشترك بالقناه يا معلم عشان انزلكم كمان قصص صارت معي انا شخصيا. بيوم من الايام، طبعا انا بدايه من مواليد 2005، انا مواليد سنه 2005. وهاي القصة اللي صارت معاي صارت عبارة بشهر تقريبا شهر 3 ل4. كانت بداية طلعت صيف وهيك بعد الشتاء، فكانت بشهر 3 أو بشهر 4 بال2006. فأنا هيك بكون عمري سنة، أقل من السنة بشوي لما صارت معاي. طبعا إحنا عنا كنا ساكنين بالبلدة القديمة بنابلس، فعنا كان دارنا تحت غرفة أو غرفتين ودار سيدة فوقية. فالمهم إحنا دارنا كانت تحت، بالدار عندنا في ساحة صغيرة يعني هالقد هيك، بيطلع بحط الكرسي معلم، بتحط الأغراض، فبتقعد قعدة مرتبة. ويعني ساحة مش كبار زي تاعين أهل سوريا، لا ساحات صغيرة. فكانت عندنا دار بالبلدة القديمة تحت، وكانت هاي الساحة موجودة عندنا. كان مثل ما قلت لكم عمري أقل من سنة، أنا مواليد 2005، لسه صارت معي بال 2006 شهر 3 بداية 4. فصارت معي هاي القصة، كنت لسه معلم صغير. كانت امي عشان الامايات بدها تخلص من اولادها فبتيجي بتمسك هالولد وين بتزته، بتمسكه بتحطه بهالمرجيحة مثلا او بعرباي او بإشي عشان تلهيه، بتعطيه رضعه، بتعمل فيه ايش ما كان. وبتمسكه وين بتروح فيه بتزته جو بالغرفة بالساحة وين ما كان. انا بيوم من الايام ببداية شهر 4 كان عمري سنة اقل بشوي، اجت الست الوالدة جابت ايش؟ عرباي معلم، عرباي عشان تسلي الولد فيها وما يضلوش الولد يقرق على راس الاهل. فالمهم ايامها بهداك الوقت كان منتشر فلونزا اسمها فلونزا الطيور، للي بعرفش يبحثوا عنها شوفوا. هاي فلونزا الطيور معلم، انتشار طيور بشكل مش طبيعي بكثرة، هي امراض للطيور، فكتير اشياء عن الطيور معلم بتصير معك وانت مش عارف. فاذا حابين تبحثوا عنها ابحثوا. بشهر 4 كانت منتشرة فلونزا اسمها فلونزا الطيور. اجت الست الوالدة الله يخلي لكم اهاليكم، مسكتني وزتتني وين؟ بهالعرباي، عرباي صغيرة هيك حطتني فيها، واجت مسكتني وطلعتني وين؟ راح طلعتني على الساحة اللي عندنا، الساحة الصغيرة بدارنا بالبلدة القديمة. تمام، حطتني بهالساحة وفاتت جوا. مرقت نص ساعة، مرقت ساعة يا معلم، شوي تانية، شو بصير؟ الدار عندنا كانت شمس، الساحة عندنا فعليا احنا كانت عبارة عن ساحة جاي عليها الشمس وكابس عليها الشمس. فجأة واحدة وبوقت فيش حدا كان متوقعه. شو بصير يا معلم؟ شو بصير؟ توقعت شو صار؟ لا متوقعتش، اسمع شو صار. فجأة واحدة الساحة عندنا كلياتها بتصير غيمة، بتصير مضللة أسود، عتمة، بتقلب الدنيا كفعليا من نهار لليل. انت متخيل انه الدنيا تكون نهار تصير الدنيا ليل؟ طب شو اللي صار يا مراد؟ اللي صار كفعليا وانا كنت بالساحة وعمري اقل من سنة وموجود قاعد بالعرباي برا، ينزل لك معلم نسر. يا اخوان نسر، وهاي القصة جد صارت معي. ينزل نسر باجنحته هيك يغطي كل الساحة عندنا بالدار. وشو بده يعمل يا معلم؟ ينزل بده ينتشني من العرباي، يمسكني من بلوزتي هيك وينتشني من العرباي. هالقد انا كنت هيك ولد صغير عمري سنة، يمسكني وينتشني من العرباي. شو بده يصير يا معلم؟ شو بده يصير يا معلم؟ ما كانش حدا بالدار الا امي، ابوي كان مش بالدار واخوته مش بالدار، حتى لو كانوا صغار اصلاً 7 8 سنين عمر الواحد فيهم. كان دار سيدي مثل ما قلت لكم فوقينا، فكان موجود غاد ابن عمي صبري. ويعرف لك صبري بهالقصة وشو النسر يغطي الدار كلياتها، دار من نهار تقلب ليل بأقل من 5 دقايق. طب شو اللي صار؟ وينزل لك ابن عمي وتطلع امي وتلاقي برا معلم ايش؟ ليل قلبت شو؟ ليل يا استاذ.
ويطلع لك ابن عمي ينزل لك من هالدرجات اللي هو صار عنا. طبعا ابن عمي ايش ما يلاقي بخلقته مسك سطل، امي مسكت قشاطه، مسكت مكنسه، ايش ما يلاقوا معلم بيمسكوا بايديهم ويبلشوا ايش يلطشوا على النسر. يعني معلم تيجي هون تلاقي دبسه هذه تمسك هذا جاك بسكليت وتبلش تلطش على ايش؟ على النسر اللي قدامك، ويضرب النسر يسحب وهن يضربوا. يعني كيف فعليا كيف بدي اشبه لكم اياها، انت بتحاول الطول تحمل حجر خفيف بس في حواليك ناس بدهم يضربوا فيك، هيك صار بالضبط. النسر حاول يسحبني هيك من بلوزتي هيك بالضبط، واهلي ايش عمالهم بضربوا بالنسر. فبالاخير ايش اللي صار؟ بعد عناء طويل وضرب واضرب واطرح، وابن عمي يضرب وامي تضرب، تخلع بالقشاطات بالحفايات بالسطوله، لا فلتني. طبعا هاي القصه فعليا صارت معي يا اخوان، هي قصه حبيت احكي لكم اياها على اليوتيوب، اوثق لكم اياها على اليوتيوب. لما اجى النسر بده يخطفني بايش؟ اثناء فلونزا الطيور. طبعا الدار اللي صارت حاليا هي لدار عمي، ابن عمي كريم. اذا بتحضر الفيديو يجوز انت مش راح تتذكر هالقصه الا اذا حد حدثك اياها. فالدار حاليا اللي بيحضرها لابن عمي صارت لدار عمي، والقصه هاي فعليا صارت حقيقيه. النسر اجى بده يخطف. عزيزي المشاهد، لو انت محلي ويجي نسر بده يخطفك وعمرك اقل من سنه مثلا، وتشوف قدامك هذا المشهد، شو بده يصير فيك؟ هل يا ترى راح تتاثر انه النسر اجى خطفك، ولا راح تعمل اصلات انت ولد صغير انت هيك؟ انت كيف فعليا لو يجي حدا يضربك شلوطه وايش راح تتاثر وتصير تعيط، فما بالك يجي نسر بده يخطفني. متخيلين انتوا وين القصه؟ بده يمسكني هيك ويشرط فيي. لو النسر خطفني ايش راح يعمل؟ اقل اشي راح يمسكني، روح يمكن ياكلني، يمكن انا فهمت العالم كلياته يزتني بدولة اجنبية هيك، يزتني من الطيارة هيك وتمني نازل وقال يا الله. تمام، هاي قصة حاليا صارت معاي وانا كان عمري سنة، وقصة عبارة عن قصة من 1000 قصة صارت معاي. فاذا بدكم احكي دائما قصص زي هيك صارت معاي، في قصة صارت انا وصاحبي طوش في المدرسة ووصلت للاهالي وتكسير طاولات ومش عارف، اللي بدكم اياهم احكوا لي قصص المدرسة ومش قصص المدرسة. فعشان نكمل هيك انا حاليا بنزل فلوجات وبنضيف لكم شوية قصص صارت معاي انا تجربتي الشخصية. فاذا حابين هذا النوع من المحتوى اكتبوا لي تحت بالتعليقات نزل قصص، ووصلوا لنا هذا الفيديو 100 لايك عشان ننزلكم قصة صاحبي بالمدرسة. واكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات عن الحلقة والرفعة معلم، لانه انا كل فيديو بطلع فيه صورة احلى وارفع يكون الوضع متكتك ومرتب. لايك شير سبسكرايب، زبطوا لنا الوضع، وصلوا لنا الفيديو 100 لايك، واشتركوا بالقناة. ترى بدي اشوف الفيديو الجاي قد ايه زيدت عدد مشتركين، واكتبوا لي اذا القصة تحت عجبتكم ولا لا. بحبكم جميعا وبحب احكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.